لو انت عايز تعمل فيديوهات او تبقى يوتيوبر او حتى كمان تكون صانع محتوى، او لو انت عايز تكون مونتير وتكون هي دي مهنتك بعد كده، خصوصا ان الطلب على المجال ده كتير جدا، يبقى اكيد الكورس ده علشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا محمود جمال، سينيور فيديو اديتور، وجاي ان شاء الله النهارده اقدم لك كورس كامل عن المونتاج باستخدام برامج زي ادوبي بريمير وكمان ادوبي افتر افكتس. وليه احنا في الكورس هنستخدم ادوبي بريمير؟ باختصار شديد جدا، لان البريمير من انتاج شركة ادوبي، وهو يعتبر افضل سوفت وير مطلوب في مجال العمل، وليه توتوريالز كتير جدا على اليوتيوب، بحيث ان انت لو وقفت في اي حاجة تقدر ترجع لها. وهو برنامج كمان مرن واحترافي، وفي كمان الربط بينه وبين افتر افكت. وطبعا انا عارف انت بتسأل دلوقتي هتستفاد ايه من الكورس ده، فخليني اقول اللي انت هتستفاده من الكورس هنا معايا ان شاء الله، ان انت هتكون شخص احترافي قادر تخلص تاسك الفيديو من A to Z، وتكون عارف اغلب ادوات البرنامج وكمان وظايفهم ايه، وانك تقدر تستغل المهارة دي وتكون ان شاء الله باذن الله مصدر دخل ليك، وكمان ان شاء الله توصل لك المعلومة بشكل بسيط وسهل. وده كان بكل بساطة هو الهدف من الكورس. وتعالى بقى دلوقتي هقول لك ايه اللي انت اتعلمت في الكورس معايا ان شاء الله. هنتعلم مع بعض نتعرف على واجهة البرنامج، وتنظيم المشروع والملفات جوه البرنامج، وإزالة الأخطاء بشكل احترافي، وإزاي تختار الموسيقى وما يكونش عليها خوف ملكية بحيث لو أنت هتنزلها على السوشيال ميديا. وهنتعلم كمان إزاي تعزل الشخصية وكمان تضيف باك جراوند. وكمان هنتعلم مع بعض إن شاء الله إزاي تعمل كولر كوريكشن صح وكمان كولر جريدي. وكمان بقى إن شاء الله أنا هقول لك على أدوات كتير جدا تساعدك علشان خاطر توفر عليك وقت ومجهود. وهنتعلم كمان إزاي نعلي جودة الصوت ونشيل النويز اللي فيه، سواء كان مانيوال أو بمساعدة ال AI. والاهم بقى ان احنا هنتعلم ازاي نضيف ايكونز صح بشكل احترافي. وكمان هنشتغل شغل الموشن جرافيكس من برنامج الافتر افكتس، لان دي بتكون من العوامل الاساسيه اللي بتخلي المشاهد يتشد للفيديو بتاعك. وكمان هقول لك على مقاسات البلاتفورم المختلفه. واخر حاجه هقول لك ازاي انك ترندر الفيديو بتاعك بجوده عاليه جدا. طبعا بقى انا مش هقول لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس والحاجات الحلوه دي، علشان ان شاء الله تقدر تستفيد بكل جديد على القناه.